رسام كاريكاتير أشعل نيران الغضب بداخل نابليون لدرجة إن قال عن الرسام ده: لقد دمرني أكثر من حروب ومكائد أعدائي. يا ترى إيه اللي يخلي حتة رسام سلاحه الريشة والورق يأثر التأثير ده كله على قائد عسكري كبير زي نابليون؟ وده موضوع سهرتنا النهارده. اسمح لي أخدك في سهرة قصيرة في مملكتي المندمج اللي شعارها أخدش كالنمر. يلا كده يا نمر، جهز لي حالك واربط الحزام. جاهز؟ خلصانة. 13 أغسطس 1757 ولد الكاريكاتير والرسام الكرتوني جيمس جيل راي. يا رب أكون نطقت الاسم صح. الراجل ده كان كيفه إنه يسخر من الملوك والقادة العسكريين والوزراء، كان دايما بيشوه صورتهم في أعماله، وكان مفرغ نفسه لنابليون وقت الثورة الفرنسية اللي كان فيها اضطرابات سياسية واجتماعية في فرنسا. الراجل ده استغل نقطة ضعف نابليون واللي كانت إنه دايما شايف نفسه قصير، كان بيتضايق جدا من الناس اللي أطول منه، فكان عمك الرسام ده في كل أعماله الخاصة بنابليون كان لازم يمسي عليه ويرسمه قصير جدا. اللي هو ليه يا حاج جيمس بتعمل كده؟ ليه؟ عشان انا واد. طبعا نابليون كان متعجد خلقه من حوار انه شايف نفسه قصير، فلما كان بيشوف سخريه الرسام ده في رسوماته وانه مطلعه قصير قامه كان بيتضايق جدا جدا، خصوصا ان بريطانيا استغلت الحوار ده وكملت التحفيل على نابليون بقى، وزادت السخريه سخريه، لان الامر اصلا انا نسيت اقول لك تحول لعقده نفسيه بالنسبه لنابليون، لدرجه انه كان بيتصرف بعدوانيه وتكبر وبالغ فيه عشان يعوض النقص ده، وده اللي ادى ان في مرض نفسي اتعمل مخصوص باسمه اللي هو عقده نابليون او متلازمه نابليون او متلازمه الرجل القصير وده عباره عن اضطراب نفسي بيكون عند قصار القامه او الجماعه القصيرين ولا مؤاخذه، بيخليهم يصدروا سلوك عدواني واستبدادي عشان يعوضوا القصور الجسدي وده مش كلامي، ده كلامهم والله، فما تزعلش يا اسطى. انا غلطت اصلا اني نسيت اقول ان الحلقه دي بلس 180 سم، ما علينا. بناء على الكلام ده اتعملت دراسه بحثيه في بولندا، وجدت ان فعلا الرجال قصار القامه بيكون عندهم نرجسيه وتكبر مبالغ فيه عشان يظهر بشكل اقوى ومحدش يبص له بصه استجلال. وطبعا ما نقدرش نعمم النظريه، جايز جدا تطلع غلط او تكون قاعده ليها شواذ زي اي قاعده، وده اللي اثبته الباحث احمد امين بجامعه عين شمس، وقال ان في دراسه معتمده عملتها جامعه بريطانيه عام 2007 اكدت ان عقده نابليون او عقده الرجل القصير هي مجرد اسطوره، وانه ما نقدرش نعمم نظريه زي دي على كل قصار القامه، لانه عادي جدا تلاقي طوال قامه بيتصرفوا بعدوانيه ونرجسيه وتكبر. الامر ملوش علاقه بالطول، ليه علاقه بالشخصيه. طيب حلو جدا جدا، بس استنى يا مندمج، انت اكيد اخذك الفضول تعرف نابليون كان طوله كام؟ طبعا من الحوارات اللي هو عملها دي تتخيل ان طوله مثلا نص متر ولا حاجه، بس الغريب في الموضوع ان طوله متر 69 سم، داخل على المتر و70. طيب امال ايه يا اسطى الحوارات دي كلها وتضحك علينا الرسامين يا عم؟ غريبه. وبكده يا مندمج تكون سهرتنا اللي انا حابب تكون قصيره، مش عشان تكون مناسبه لموضوع الحلقه، لا لا لا، عشان التقيل قدام. ونشوفكم ان شاء الله في سهرات جديده، وبس كده يا مندمج. 무궁화 꽃이 피었습니다.